ليه الإخوات ساعات بيغيروا من بعض ومش بيحبوا بعض؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها عن غيرة الأطفال. هل عمرك لاحظت إن ابنك الكبير بقى يتضايق من أخوه؟ بيزقه وبيخطف منه اللعب، وبيغير حتى لما تشيل الصغير أو تضحكيله. مش لأن قلبه أسود ولا لأنه أناني، لكن لأن دماغ الطفل مش بتفهم الحب المقصر ده من وجهة نظره هو. كل مرة بتحب فيها أخوه الحب بينقص منه هو، وده حقيقي بالنسبة له حتى لو مش منطقي ليكي. علميا بيقولوا إن الغيرة بين الإخوات مش سلوك سيء خالص، ده رد فعل بيولوجي طبيعي من الطفل لما يحس إن الأمان بتاعه مهدد. يعني دماغ الطفل بتبعت إشارة خطر كل مرة يحس إن مكانه في قلبك مهدد، مش آمن. هو مش بيحارب أخوه، هو بيحاول يستعيدك انت أو يستعيد باباه هو. طيب نعمل إيه؟ الحل إيه؟ الحل مش إنك تزعقي أو تعاقبي، ولا إنك تفرقي بينهم دايما، لكن إنك تسمعي الغيرة وترد عليها بالأمان. خطوات بسيطة جدا لكن فعالة. يعني أول حاجة، لما الكبير يغير قوليله بهدوء: حاسس إني بحب أخوك أكتر منك، طب تعالى نحضن بعض شوية. الاحتواء هنا بيوصل رسالة أقوى من الكلام بكتير. تاني حاجة، قضي وقت خاص مع كل طفل لوحده، حتى لو 10 دقايق في اليوم، ده بيرجع لكل واحد إحساسه بالتميز. تالت حاجة، لما تمدحي واحد ما تقارنيش، قوليله مثلا: بحب طريقتك دي بس مش زي أخوك. رابع حاجة والأهم، خلي البيت مكان أمان مش مسابقة حب. الطفل اللي بيغير مش محتاج يقارن، هو محتاج يطمن وبس. كل مرة تختار تطمنيه بدل ما تعاتبيه، انت بتبني جواه إحساس مكاني في قلب ماما ثابت مهما حصل، وده مهم جدا.